السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا في الفيديو ده، انا يعني الفيديو قررت حالا ان انا هصوره. اوكي. مش متحضر له خالص، مفيش اي سكريبت، مفيش اي افكار مترتبة حتى للمشروع. انا قررت ان احنا يعني ايه، ناخد رحلة المشروع مع بعض، نشوف مع بعض من الاول المشروع اصلا هبدأه ازاي، هفكر له ازاي، ايه اللي ممكن اعمله، وهكذا. اوكي. طبعا زي ما انتوا اكيد شفتوا في الصمنيل وفي الاسم، احنا هنشتغل على ستايل الخرايط وكده، ستايل بتاع احمد الحلاف. اوكي. كان منتشر الفترة اللي فاتت جامد، ناس كتير جدا بتسأل عنه، وفي فيديوز كتير انتشرت عنه، بس احنا هنحاول ندخل في التفاصيل وندخل في رحلة شغل الفيديو. يعني عموما انا اهو معايا فيديو هنبدأ فيه بلعبكته باللخبطة، يعني مش سكريبت متحضر اللي هو الصح بس اللي هيظهر لك. لا، لو في اي غلطات غلطتها وعدتها، لو في اي حاجة وقفت قدامي، ده هيقف قدامنا مع بعض. اوكي، فيلا نروح على الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. طيب زي ما انتم شايفين ده الفيديو اللي معانا. اوكي، ده الفيديو اهو. تمام. احنا هنا الارض اللي انتوا شايفينها دي اللي هنبدأ شغل عليها، على حسب طبعا الفويس اللي شغال معانا. اوكي، فتعالوا كده نسمع اول جزء في الفويس. مساحات تبدأ من 2000 متر، تقدر تبني فيها أكثر من فيلا وتخلي أولادك وأحفادك قريبين منك بدل ما يضيع هذا طيب اول حاجه خالص خالص، وهي ان احنا هنبدا نحدد قطعه الارض دي خلال الفيديو كله، وتكون هي هايلايت وباقي الفيديو مظلم اكتر شويه. طب هنعمل ده ازاي؟ اول حاجه خالص هنروح على الفيديو ونضغط على تراك، يعني هنيجي على نختار المقطع بتاعنا وهنروح على التراكر. طيب التراكر دي مش ظاهره معايا، اوكي، مش موجوده معايا في الشاشه في اي حته. هروح على ويندو، اوكي، تراكر، وهندوس تراك كاميرا. طبعا احنا هنشتغل كل حاجه من جوه افتر افكت، مش هنشتغل باي حاجه خارجيه باذن الله. تمام. وهننتظره شويه، هياخد حبه وقت كده في التراكنج. اسيبكم لحد ما نخلص تراكنج ونرجع لبعض تاني. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين هو خلص التراك. اوكي، بس جاب لي ان في سولف فيلد. فالسولف فيلد ده مش عارف ايه مشكلته بصراحه، يعني يعني المشكله دي حلها ايه؟ فانا على ما اظن ان علشان انا عامل الفيديو كله، الفيديو اكتر من دقيقه، كله تراك مره واحده. فانا هجرب ان انا همسح التراك كاميرا دلوقتي. اوكي. وهروح مثلا عند حركة تكون ممكن نلغي عندها مش هيكون فارق بالنسبة لنا قوي التراك. لحظة كده فيها ثبات للكاميرا. اوكي، وهعمل كنترول شيفت دي كده، قصلي الفيديو لقطعتين، وهبدأ اعمل تراك لجزء جزء. فاجي على الجزء الاولاني واقول له تراك كاميرا، وننتظر واجي لكم تاني. طيب يا شباب، بص انا بقالي اكتر من ساعه حرفيا بحاول احل حوار السولفنج ده، وحليته نسبيا. اوكي، وشويه ممكن اقول لكم ايه اللي استنتجته انه ممكن يكون المشكله. مبدئيا انا حليته ازاي؟ ان انا قطعت الفيديو اكتر من قطعتين، يعني هو كان قطعه واحده ما ينفعش. قسمته لجزئين برضو ما ينفعش، فقسمته لكذا جزء. طيب ايه اللي انا استنتجته ممكن تكون المشكله فين؟ وهي ان في الحركات الكبيره. يعني ايه الحركات الكبيره؟ يعني مثلا هنا ده المشهد زي ما انت شايف، اوكي، في حركه وانت في نفس المنظور، اوكي، ولكن مثلا في هنا حركه بيلف ورا خالص والحركه سريعه، يعني بيلف الناحيه التانية زي ما انت شايف والحركه سريعه. فلما قصيت من المناطق اللي زي كده، يعني بص مناطق الحركات، يعني مثلا دي بص في حركه لفه وبتبعد جامد بسرعه للمتر، قرار استثماري. تمام. الحركات اللي زي دي قصيت من عندها وعملت تراك لكل قطعه. اوكي، عملت تراك، اوكي، مفيش مشكله. طيب بعدها بتعمل تراك على طول لاي مقطع، بتبدا ان انت تلاقي ان ظهر لك بوينت زي دي. طيب نفترض ان انا عملت تراك وما ظهرتش البوينتس دي، باجي اعلم على ريندر تراك بوينتس هنا عشان يبدا يظهر البوينتس دي، لان دي اللي هنعمل بيها نحدد المناطق اللي عايزين نعملها تراك وكده. اوكي. طيب اول حاجه في اول مشهد هنا احنا عايزين نحدد قطعة الارض دي. طبعا هنحددها حاليا في الفيديو كله. طيب هنيجي كده نقف على المشهد ونيجي على ال 3 دي تراك كاميرا، نبدا نقرب على المشهد بتاعنا هنا، ونبدا احنا عايزين نحدد قطعة الارض دي. فهنختار البوينت دي ونضغط على شيفت، ونختار بوينتس من حروف قطعة الارض زي ما انتم شايفين كده. كليك يمين، كريت سوليد اند كاميرا. تمام، اخترنا بوينتس. لازم اقل حاجه ثلاث نقاط، وبنختار كريت سوليد اند كاميرا. طيب اخترنا كريت سوليد اند كاميرا. تمام، نبدا نيجي اهي، عمل لنا هنا كاميرا زي ما انتم شايفين، وعمل لنا سوليد مربوطه بالكاميرا. نصغر السوليد دي شويه. تمام. تعالوا كده نبص على التراك بتاعنا مظبوط ولا لا. زي ما انت شايف السوليد بتتحرك معاك مظبوطه وسلسه في كل الاتجاهات. طيب في حاجه واحده بس، زي ما انتم شايفين السوليد مش مظبوطه على الارض، هي تحسها ملفوفه كده شويه. فهنبدا
من البوينتس دي نبدأ نعدلها بحيث ان هي تكون مع نفس ابعاد الارض زي ما انتم شايفين كده. اوكي اوكي. طيب هنا برضو نفس الكلام، بص طالعه من هنا كده، فنظبطها ان هي تكون مظبوطه مع المشهد بتاعنا. تمام جدا. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنيجي على السوليد دي، انا حاسس ان عايز تنزل كده اكتر، ماشي. وهبدا ان انا هقلل الاوبستي بتاعتها شويه بس عشان اشوف الارض من تحتها، وهكبرها شويه بحيث ان هي يعني تكون ماليه قطعه الارض بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هاجي على التراك سوليد دي، وهبدا ان انا هاخد منها نسخه تانية عشان هحتاج استخدمها في حاجات تاني، فهاخد نسخه تانية واطفيها. هاجي بس على النسخه اللي انا شغال عليها دي، وهضغط مش هضغط حاجه، هروح اجيب البين تول. اوكي. وهبدا اقص السوليد دي على قد الارض، على قد قطعه الارض بتاعتنا. تمام. طيب انا معايا ريفرنس لقطعه الارض قد ايه بالظبط من المساحه اللي احنا شغالينها دي. اوكي زي ما انتم شايفين ده الريفرنس اللي معايا لقطعه الارض حجمها قد ايه، وهنعمل عليها كمان الشكل ده. فخلاص نخرج الريفرنس دلوقتي من الشاشه دي. تمام. تعالوا نقص على زي الريفرنس بالظبط. طيب الريفرنس بادئ معانا من اول هنا كده، من اول الخط ده، مش من اول الارض من بره. تمام. فهنبدا ناخد بوينت كده كده. تمام. لحد بدايه المبنى ده هنا. تمام. بعد كده هنيجي، طيب ثانيه واحده بس، انا في حاجه عايز اتاكد منها. تمام. اتاكد ان البوينتس ماشيه معانا تمام، اللي احنا الخطوط اللي احنا عملناها. طيب اوكي. هنبدا بعد كده نيجي هنكمل، هنيجي كده. تمام. ونيجي كده، هيبدا يقص لنا السوليد بتاعتنا على قد الارض بالظبط اللي احنا عاملينها. تمام. لو جيت كده اتحركت في المشهد، تمام اهو، قصصها على قد قطعه الارض بتاعتنا بالظبط، مفيش اي مشاكل. طيب احنا مش عايزين السوليد هي يعني الارض يبقى لونها احمر كده، لا احنا عايزين اصلا المشهد كله يكون واخد تنت مختلف، والارضيه دي هي او قطعه الارض اللي احنا نشتغل عليها هي اللي تكون بلونها الطبيعي. طيب هنعمل ده ازاي؟ هنيجي اول حاجه هنعلي الاوبستي تاني بتاعتنا بتاعت السوليد، وهنيجي لمقطع اللي احنا اشتغلنا عليه ده، هناخد منه كنترول دي عشان ياخد كوبي، هنعمل له كنترول دي فخد كوبي بالشكل ده، وهنطلعه فوق السوليد. وبعد كده هنربطه من هنا في التراك ميت، هنربطه بالسوليد. طيب هتقول لي ما حصلش حاجه، صح؟ طيب هنفهم دلوقتي اللي حصل لما نيجي على المقطع اللي في الباك جراوند ونضيف عليه لومتري كولر. تمام. هنضيف على الباك جراوند لومتري كولر. تمام. وهنيجي نفتح البيزك كوريكشن ونبدا، تعالوا كده نرجع بس لورا، نقلل الاكسبوجر. واخدين بالكم اهو، بدات اعدل في الخلفيه، بدات ان قطعه الارض تبان معايا. هبدا اقلل الاكسبوجر شويه. تمام. وهقلل التمبريتشر والتنت ممكن مع سيكا بسيطه، اقلل التمبريتشر اكتر. تمام. ممكن اعلي السيتوريشن سيكا. تمام جدا جدا. ممكن اقلل الاكسبوجر اكتر. اوكي. تمام. بالشكل ده كده زي ما انت شايف قطعه الارض بقت متحدده معانا. تمام. في المقطع اهو نتحرك نروح يمين شمال، قطعه الارض هي الحاجه الوحيده اللي متحدده معانا. طيب الخطوه اللي بعد كده عايزين كمان يكون في ستروك حوالين التحديده دي، فهنعمل ده ازاي؟ هنيجي على التراك سوليد اللي احنا قصيناه ده. تمام. السوليد دي ناخد منها كنترول دي نسخه تانية، نطلعها فوق الفيديو بتاعنا ونشغلها، عشان هي طبعا هنا اتطفت لما اتربط بيها قطعه الارض. فهنيجي هنا نيجي هنا على السوليد اهي اللي خدناها كوبي، ونشغلها ونعمل لها كليك يمين بري كومبوز. اوكي. تمام. بعد البري كومبوز هنروح نحط عليها ستروك. تمام. هنيجي في الستروك هنا، نقدر من هنا اهو نعلي الستروك. طيب احنا عايزين الستروك بس اللي ظاهر وما يكونش السوليد ظاهر معانا. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا ونخليه اون ترانسبيرنت. اوكي كده زي ما انت شايف الستروك بس اللي ظاهر معاك اهو زي ما انت شايف. طيب عايزين كمان ان في اول الفيديو ما بيظهر الستروك ده يبدا يترسم معانا. طب هنعمل ده ازاي؟ بكل سهوله هنيجي على الستارت والاند هنا، نيجي كده نسمع مساحات تبدأ من 2000 متر
ماشي، ممكن لحد هنا كده يكون اترسم. فهنيجي على اللاير بتاعنا ونعلم على الاند، ونيجي في الاول ونخلي الاند ده 0. اوكي بالشكل ده. مساحات تبدأ من 2000 متر تقدر تبني فيها زي ما انت شايف اترسم. طيب الحركة بتاعته مش افضل حاجة، فهنروح نعمل له ايز. هنفتح اللاير بتاعنا، نروح على الافكتس ستروك. اوكي، نيجي ادي البوينتس 2 بوينتس اللي عملناهم F9. بعد كده نخش على الجراف ونشده كده، نخليه اسرع في الاول. تعالوا نبص. مساحات تبدأ من 2000 متر تقدر تبني فيها. جامد جدا جدا جدا. اوكي طيب، الجلو والكلام ده هنضيفه في الاخر عشان ما نتقلش المشروع. يعني دايما وانا شغال اي جلو افكتس شادوز الكلام ده في الاخر بضيفها عشان ما تقلش المشروع على نفسي اثناء ما انا شغال. جميل جدا كده. احنا حددنا قطعة الارض، عايزين نعمل بقى نفس الكلام ده في كل الفيديو. طبعا لو انت الفيديو جه معاك تراك مره واحده خلاص انت كده تحدد معاك في الفيديو كله، بس احنا مقسمينه 4 مرات، فانا هعيد نفس الخطوه دي 4 مرات. اوكي، فاروح اعملها انا نفس الخطوات عشان ما اطولش عليكم، وارجع لكم تاني بعد ما اخلص باقي المقاطع. خلاص كده بقى معانا الفيديو كله الارضيه متحدده. طيب عايزين بقى ندخل على الخطوه اللي بعد كده، نبدا نسمع الفويس ونبدا نشتغل معاه، نشوف هنعمل ايه، نحدد ايه الكلام ده كله. طيب بسم الله. اول حاجه مساحات تبدأ من 2000 متر تقدر تبني فيها أكثر من فيلا وتخلي. طيب عندنا الرسمه اللي احنا كنا جايبينها في الاول دي، زي ما انتم شايفين فيها تقسيمه المساحات. فهنبدا نعمل تقسيمه المساحات دي على الارض هنا، هنشوف هنعملها مع بعض دلوقتي ازاي. وبعد كده نكمل نشوف ايه اللي هنعمله. بسم الله. افتكروا انا في الاول خدنا كوبي من السوليد اللي هنا ده، قلت لكم سيبوه هنحتاجه في حاجه كمان شويه. تمام، هنجيب السوليد بقى اللي احنا كنا جايبينه ده اللي معمول له تراك. ماشي، وهنبدا ناخد منه كذا نسخه. احنا عندنا هنا لو زي ما انتم شايفين، 5 مقاسات، وفي الارضيه بقيتها من بره. اوكي، فهنعمل ده ازاي؟ هنبدا ناخد 5 نسخ من السوليد دي. اوكي، يعني معانا واحده، كنترول دي كنترول دي كنترول دي كنترول دي، يبقى كده معانا 5 نسخ. نطفي كله، نيجي على اول نسخه معانا اهي، ونيجي هنا احنا ممكن نحدد. ماشي، ونيجي نجيب البين تول ونبدا نقسم الارض بتاعتنا. هنبدا ان احنا اول حاجه زي ما انتم شايفين هنا في الرسمه في خط هنا كده. تمام، فده هنعمله ازاي؟ هناخد قبل ما نقسم خالص هنا، هناخد اللاير اللي احنا كنا عاملين له ستروك ده، كنترول دي. اوكي، وهنيجي نبدا ناخد البوينت دي من هنا كده، نمسكها ونشدها كده، نبدا نقسم بيها الارضيه بتاعتنا، نعمل الجزء اللي قدام وكان في تقسيمه هنا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. عشان نعمل نفس التقسيمه اللي عندنا في الرسم. ماشي، نجيب بقى نفتح بقى السوليد بتاعنا بكل بساطة. نيجي نروح جايبين البين تول ونبدأ نرسم بالشكل ده كده. أول قطعة. تمام، نيجي على السوليد التانية، نبدأ بالشكل ده. تاني قطعة. جميل جدا. طيب الخطوة اللي بعد كده هاجي أحدد على دول، على دول كلهم، بس قبل ما احدد عليهم اروح بس على اللايرز اللي احنا عملنا عليها الستروك ده، ونروح ناخد كوبي منه. تمام، وهاجي على اول سوليد عملتها. تعالوا كده نرجع للمشهد القريب. هاجي على اول سوليد واعمل كنترول في للستروك، والغي الترانسبيرنت، خليه اون اوريجينال ايمج، وهقلل البرش سايز دي شويه، خليها مثلا 4 وي كده. اوكي، وبعد كده اخد الستروك ده كوبي، واجي هنا اروح محدد على باقي اللايرز كلها، واقول له كنترول في عشان يبدا يعمل معايا التحديده بالشكل اللي انتوا شايفينها دي كده اهو. جميل جدا. طيب اخر لاير ده مش هنخليه احمر، ده احنا هنخليه
ابيض بس الاوبستي بتاعه قليل. تمام، فانا ممكن اجي اعمل له تنت واخلي الاتنين دول ابيض كده بالشكل ده. اقلل الاوبستي بتاعته بالشكل ده. تمام. طيب الهوية بتاعت الشركة اللي احنا شغالين معاها اصفر. تمام، اللون الاصفر. فهنيجي على اول سوليد وهنضيف تنت، او ممكن فل على طول، نضيف فل. اوكي، ونروح نختار نفس درجة اللون من الهوية اللي معانا بالشكل ده. بعد كده ناخد الفل ده كوبي ونيجي هنا على الاربع سوليدات التانيين ونقول له كنترول في. طيب لو تلاحظوا ضيع معانا الاستروك، لان المفروض كنا ضفناه قبل الاستروك. فاللي هعمله دلوقتي ان انا هبدأ ارفعه فوق الاستروك كده في الخمس ليرات بالشكل ده، بالشكل ده. اوكي. طيب انا في حاجه حاسس انها لو اتعملت هتكون افضل. يعني انا كنت بفكر ايه الدخله اللي ممكن هتكون للمشهد. ف لا، مش كنت هعمل هنعمل لكل الخطوط دي كنا هنعمل لها كي فريم في الستروك كده وتبدا تترسم معانا. بس في طريقه حسيتها ممكن تكون افضل، وهي ان هاجي على كل السوليدز دي. تمام، الغي بس دي. اوكي، وهبدا اقطعها مثلا من اول هنا كده، كنترول شيفت دي، امسح الاجزاء اللي في الاول دي. تمام، وهخليهم يظهروا بس بفليكر. ازاي؟ هنيجي كده على الافكت اند بريسيتس ونكتب فليكر، هتلاقي فليكر ان. اوكي، فهنجيب فليكر ان دي ونبدا نحطها لكل السوليدز اللي معانا بالشكل ده كده. تمام، ممكن نبدا بعدها نرحل السوليدز دي فريم كده عن بعض عشان تبدأ تيجي تدريجي ورا بعض بالشكل ده. تعالوا كده نبص. مساحات تبدأ من 2000 متر تقدر تبني فيها أكثر من جميل جدا. مساحات تبدأ من 2000 متر تقدر تبني فيها أكثر. مساحات تبدأ من 2000 متر تقدر تبني فيها أكثر. تعالوا نبص من بعيد. مساحات تبدأ من 2000 متر تقدر تبني فيها أكثر من فيلا وتخلي أولادك وأحفادك قريب. جميل قوي. عايزين نعمل الأول برضو زي إيه ال الإضاءة الغامقة دي بتبدأ تفتح بشكل دائري. أوكي، دي هنعملها إزاي؟ هنيجي على السوليد اللي معانا ورا ده، قصدي اللاير الفيديو اللي معانا، هنعمل منه كنترول دي. ماشي، هناخد من نسخة تانية، والنسخة التانية دي هنسيب عليها اللومتري كولر اللي احنا عاملينه، ونيجي على النسخة اللي تحت ونلغي منها اللومتري كولر. جميل جميل. هنيجي على النسخة اللي فوق دي وهنروح نجيب الشيبس ونجيب شيب مدورة ونبدأ نعمل ماسك هنا كده بالشكل ده. تمام، تأكد ان انت واقف على اللاير. تمام، وهنيجي نفتح الماسك، كبر كده لو عايزين نشوف مع بعض، وهنعمل على الماسك اكسبنشن هنا كي فريم، وهنقدم كده لحد هنا مثلا، وهنروح معليين الاكسبنشن دي خالص لحد ما تملى المشهد بالشكل ده. اوكي اوكي، وبعد كده هنسيبها بقى زي ما هي عادي. المهم ان احنا بس ايه، ملينا المشهد بتاعنا كله تاني اهو. فكده بالشكل ده هتبدأ مساحات كده. بس عايزين نعمل لها ايز F9، نحدد على الكي فريمات F9 ونيجي هنا ونبدأ نشد الكي فريم بتاعنا ده بالشكل ده، هتفتح معانا. مساحات تبدأ من 2000 متر. ممكن نبعد الكي فريم حبة. مساحات تبدأ من 2000. جميل قوي. طيب عايزين بقى الحواف بتاعت برضو الدايرة دي وهي بتفتح كده ما تكونش حادة بالشكل ده، فممكن نعلي الفيزر من هنا شوية بالشكل ده كده. تعالوا كده نبص تاني. مساحات تبدأ من 2000. تبدأ من 2000 متر. جامد جدا، رايق. طيب بعد كده عايزين بقى نضيف البيانات، الارقام. هو هنا قايل 2000 متر وكلام من ده. بص، احنا ممكن عشان ما نطولش الفيديو ندخل في تفاصيل كتير. احنا عدى حوالي نص ساعة دلوقتي لسه قبل ما اقطع كمان لو في اي حاجة يعني سكوت او كده. ف
يعني المفروض ان احنا هنا هنبدأ نكتب البيانات بتاعت كل قطعة من دي، لان كل قطعة من دي قطعة ارض. ولكن احنا ممكن ندخل على، يعني نتخطى هذه الستيب يعني، وندخل على الستيب تانية على طول، علشان ايه؟ ما نضيعش وقت. طيب من فيلا. ممكن نعمل واحدة، يعني ممكن نعمل واحدة وتعرفوا الباقي ازاي. طيب هنعمل، عايزين نكتب حاجات تبقى هنا متراكة هنا مع مع السوليد دي، والدنيا تمام. هنعمل ايه؟ هنيجي على المشهد بتاعنا اللي احنا عاملين له تراك كاميرا، وهنيجي هنا كده نحدد على كام نقطة من اللي في المربع ده، وكليك يمين وكريت تكست. هنقول له كريت تكست، هو يعمل لنا تكست متراك على طول ومتظبط. هنعمل ايه؟ هنروح هنا نصغر حجمه. تمام، لو عايز تصغر بكمية أكبر شيفت وتصغر من السكيل بالشكل ده. مه. تمام، طبعا هو مش يعني اللي مخليه في تحت وفوق كده ان هو مش مظبوط، فهنيجي كده ماشي، وعايز نلفه كده. تمام، عايز يطلع من الأحمر ده شوية بالظبط كده. اوكي، تعالوا نبص تاني كده، هل في الحركة هينزل تحت ولا لأ؟ لا تمام، مظبوط زي الفل. ماشي، نبدأ نشوف. هو كاتب هنا المساحات، كاتب هنا أولا رقم 1. تمام، دايما واحنا بنحرك اي حاجه بقى عامل لها 3 دي ما نمسكهاش كده ونحركها، هنخرب الدنيا والتراك بتاعها هيبوظ وكل حاجه. نبدا نحرك من الاكسس دي، فهنبدا ننزل ده كده مثلا، خليه هنا كده رقم 1. بعد كده هعمل كنترول دي للكتابه دي، اخدها هنا، هكتب 200 2084 متر. اوكي، ممكن 2084. ندي مسافه ام، نصغر الام دي شويه. تمام، وبعد كده هنيجي على الكتابة كلها ونصغر السكيل بتاعها كده شوية، فهتبقى بالشكل ده. تمام، وبعد كده هناخد، عايزة تتظبط أكتر كده مثلا. أيوه، بعد كده هناخد منها نسخة تانية ونوديها كده الجنب التاني. زي ما انتم شايفين هي نزلت تحت، يبقى معنى كده إن الأكس ده مش مظبوط، الواي، فهنبدأ نظبطه كده. طيب ممكن تكون عايز تطلع لفوق سنة بسيطة زي الفل كده. طيب ايه تاني مكتوب عندنا في الديزاين؟ عندنا كمان بكام؟ هنكتب 65. اوكي، نكبرها شوية، نظبط مكانها كده، سكيل اكتر ممكن. ماشي، ناخد منها نسخة تانية، ننزلها تحتها، نكتب 1000. تمام، حلفينها جامد واحنا بنعدلها، فتعالوا نعدلها اكتر. اصلا هي تحت، يعني هي تحت السوليد بتاعتنا، فهنطلعها كده بالزد اكس. اوكي، عندنا الاحمر هنا. طيب نصغرها بقى شوية كلمة 1000 دي، وممكن نطولها من هنا شيفت وجي. تمام، نطلعها كده تحت كلمة 65. جميل، تعالوا نبص كده من بعيد. طيب اهلا بيكم مرة تاني، او بالنسبة لكم هو نفس الوقت يعني، بس انا يعني كملت تاني يوم علشان فصلت امبارح وانا بصور خالص بصراحة، كنتش قادر، كنت متأخر بالليل، فقلت نكمل تاني يوم. وبدأت النهاردة من شوية يعني، حتى انا كنت واقف على وقت ما احنا وقفنا بالظبط، كنا كاتبين اول خانة دي بس، على اول سوليد ده. اوكي، وبدأت وصورت كل الكلام ده، وفي الاخر طلع مش بيصور. يعني الحمد لله خير، كده كده كويس ان احنا صورنا اول واحدة دي. خدتوا بالكم احنا عملناها ازاي؟ وبعد كده خدناها كوبي ونقلناها وغيرنا بس في البيانات. طيب يلا بقى مع بعض ايه، نشوف ازاي هنعمل لهم كمان ترانزيشن داخله. فاحنا ممكن نيجي نخليهم كلهم يجوا من اول هنا كده، ندوس جيم. تمام، جيم من الكيبورد. لو حددنا على اي حاجه ودوسنا جيم مكان ما احنا واقفين، كلهم هيتنقلوا مكان ما احنا واقفين. اوكي، وبعد كده هعمل لهم ترانزيشن من انيميشن كومبوزر،
طيب هتيجي على ويندو وتختار انيميشن كومبوزر. طيب انيميشن كومبوزر دي مش من جوه افتر افكت للي ما يعرفش يعني، دي بلوجن فري تقدر تنزلها من على جوجل، فيها انيميشن بريسيتس وترانزيشنز وكده. هي فري، تقدر تكتب على جوجل انيميشن كومبوزر او بريمير كومبوزر او مستر هورس، هو الويب سايت اسمه مستر هورس اللي هي موجوده عليه. اوكي، فهنيجي هنا مثلا هو على التكست بريسيتس، تلاقي فيها بريسيتس كتير زي ما انت شايف. هنيجي مثلا على البريسيت ده ونقول له ان، زي ما انتم شايفين هيحط البريسيت على طول ان لكل الكتابه زي ما انتم شايفين. تعالوا نبص كده عليها. مساحات تبدأ من 2000 متر، تقدر تبني فيها أكثر من فيلا وتخلي أولادك وأحفادك قريبين منك. تمام جدا، كده خلصنا اول مشهد مساحات تبدأ من 2000 متر، تقدر تبني فيها أكثر من فيلا وتخلي أولادك وأحفادك قريبين منك، بدل ما يضيع هذا الحلم مع الوقت. على بعد 6 دقائق من مسقط وبعيد. تمام، على بعد 6 دقائق من مسقط. فاذا احنا عايزين نعمل خطوط هنا على الطريق ده، هنا كده المفروض مسقط، ونعمل هنا ايه علامه ونكتب مسقط. اوكي، خلي أولادك وأحفادك قريبين منك، بدل ما يضيع هذا الحلم مع الوقت. على بعد 6 دقائق من مسقط. جميل جدا. طيب هنيجي نروح على اللاير بتاعنا اللي فيه 3 دي كاميرا. جميل، ونيجي نبدأ هناخد ايه نقط على طول هذا الطريق. طيب راحت مننا، ناخد ال3 نقط دول، دي دي ودي دي دي ودي ودي ودي، وبعد كده كليك يمين وكرييت سوليد. جميل جميل. نبدأ نفرد السوليد ده معانا كده على الأرض يكون مظبوط بالشكل ده. صغره كده شوية. تعالوا نشوف الدنيا معاه ايه، متراك كويس والدنيا تمام ولا في مشكلة. عايزين نظبطه كده أكتر مع الطريق. اوكي، جدا جدا جدا. طيب نروح نعمل كليك يمين بريكومبوز للسوليد دي. اوكي، عملنا بريكومبوز، هنروح شادين مكبرين السوليد على قد المشهد بالشكل ده. اوكي، نطفي السوليد دي، هنروح نجيب نقف كده نتأكد ان احنا مش واقفين على حاجة، نروح نجيب البين تول دي. اوكي، نجي كده ونبدأ نعمل بوينت على المكان بتاعنا، نروح عند المكان اللي احنا عايزين نروح عنده، نعمل بوينت ونلفها بالشكل ده. اوكي اوكي، بعد كده ناخد ده كوبي ونطفي السوليد الشيب بتاعنا، وندخل على السوليد اللي احنا عملنا لها بريكومب، ندخل جوه البريكومب نطفي ده، نبدأ نحط الشيب بتاعتنا. نرجع تاني نشغل السوليد زي ما انتوا شايفين اهي، بس هي عشان السوليد نايمة. اوكي، فالشيب نايم معاها، فنبدأ نوقف السوليد كده بالشكل ده. تمام، نبدأ ناخدها لا، تكتيكة شوية، ممكن تنزل تحت شوية. اوكي، محتاجة ترجع كمان لورا شوية. تمام، عايزين بقى نظبطها، ممكن نرفعها فوق سيكا. ماشي، عايزين بقى نظبطها ان ايه، ان هي تبقى جاية لحد هناك، فممكن نروح كده جوه الكومب نضغط عليها، نمسك البوينت دي، نبدأ مثلا نفردها أزيد كده، ممكن نقلل الانعواج بتاعها ده شوية. اوكي، ممكن نبدأ من هنا نصغر، يعني نرفع في السوليد بتاعتنا دي شوية.
ممكن نطول السوليد من هنا بالشكل ده. ممكن نكبرها اكتر شوية، نكبر السكيل، نبدأ نظبطها بقى بحيث ايه ان هي تروح معانا على المكان اللي احنا عايزينه. بدل ما يضيع هذا الحلم مع الوقت، على بعد 6 دقائق من مسقط وبعيد عن الزحمة. اوكي، هتبدأ بقى تدخل على السوليد اللي احنا عاملينها كومب دي، تمام، وتيجي هنا وتفتح الشيب وتدوس اد، تقول له تريم باس، ده عشان نعمل حركة الشيب. تمام، نفتح التريم باس، نقدم كام فريم، نعمل الكي فريم للاند، نيجي في الاول نخلي الاند 0. تعالوا نبص حاليا، تمام اهو. بعد كده هنعمل لها F9، ندخل هنا نظبط الجراف بالشكل ده. تعالوا نبص كامل الاول. اوكي جدا. طيب احنا مش عايزينها اصفر، احنا عايزينها ابيض، فانا هاجي هنا اخلي لون الشيب ابيض. اوكي، بعد كده عايزين الحروف بتاعتها مش يعني ايه، مش حادة كده، عايزينها جاية مدببة اكتر. فهنيجي على الشيب، على الستروك، تلاقي حاجة اسمها تيبر، يبدأ اعلي السترنج 50، الستارت والاند 50. اوكي، يخليك الحروف بص يعني ايه حادة كده. تمام، ممكن نعلي نتخن الستروك سيك زي الفل. تعالوا كده نرجع للمشهد بتاعنا. تمام، ممكن نخليه يبدأ متأخر شوية، يعني نقدمه كده شوية عشان يبقى ايه. 6 دقائق من مسقط وبعيد عن الزحمة وضغط المدينة. دقائق من مسقط وبعيد عن الزحمة وضغط المدينة. تمام، عايزين كمان هنا لما الخط ينزل كده هناك بقى يبدأ يظهر، يعني تظهر مسقط معانا. فهنعمل ده ازاي؟ هنعمل حاجتين. اول حاجة هنروح نعمل نيجي على التراك بتاعنا برضو، على التراكر، ونروح هنا نحاول ممكن نعلي البوينت سايز دي شوية عشان تبين لنا لو في بوينت هناك اهو. نختار كام بوينت كده من هنا، كليك يمين كريت سوليد. اوكي، تأكد ان السوليد دي التراك بتاعها مظبوط معانا. تمام ماشي، نيجي هي على السوليد دي، نقرب كده نبدأ نظبطها هنا بالشكل ده. كان نجيبها كده، نجيبها كده. اوكي، ممكن نكبر السكيل بتاعها شوية. بعد كده ثانية، احنا ممكن الأول بس هعدلها عشان هعمل حاجة. اوكي، عشان عايزها دائرية، فأنا هعدلها بالشكل ده كده. هروح أجيب الإليت دي الأول. هنعمل لها بريكومب. حلو، هنجيب الشيب دي، نبدأ نعمل لها ايه، شيب دائرية بالشكل ده. جميل، نبدأ بعد كده نقيمها بقى زي ما احنا عايزين. طيب انا عملت ده ليه؟ هقول لك دلوقتي واحدة واحدة بس عشان تشوف الشكل اللي انا عايز اطلعه يعني في دماغي. اوكي، ممكن نكبر الدايرة دي شوية لان احنا بنتكلم على مسقط، فدي حتة كبيرة يعني، مش مبنى معين، دي المنطقة كلها، فهنعملها بالشكل ده. اوكي، ونعمل نفس الحركة اللي عملناها من شوية، ان احنا هنجيب لاير المشهد بتاعنا. حلو، ناخده فوق. اوكي، ونروح نربطه بالسوليد دي عشان تكون منورة بالشكل ده. اوكي، ممكن ناخد السوليد ده مرة كمان، نطلعه فوق. جميل، ونروح نجيب اللاير اللي كان عليه الستروك اللي بيترسم، ونبدأ نيجي هنا كده ونحطه على اللاير ده. نشغله بس الأول، نحطه عليه. اوكي، ونيجي من أول هنا كده، نبدأ إننا إيه، طبعا الستروك مش ظاهر قوي عشان انا مخلي الكواليتي كوارتر، لو خليناها فول هيبدأ يظهر معانا بشكل اكبر زي ما انتم شايفين. بس ممكن نعلي كمان الستروك شوية
ممكن نفتح، ماشي، ممكن نعلي اهو البرش سايز، خليناها 9 مثلا عشان تكون ظاهرة معانا اكتر بالشكل ده. ممكن نخليها كمان لونها اصفر زي لون الهوية بتاعتنا. ماشي، ايوه، عشان تكون باينة معانا كده. تمام. الخط بتاعنا، طيب، هي ال الصورة والستايل كله جه فوق الايه، الخط، فاحنا عايزينهم يجوا تحت الخط. اولا تعالى كده نرفع السوليد اللي فيها الشيب دي فوقيهم. اوكي، عشان تكون جاية ايه فوقيهم بالشكل ده. تمام. فيبقى معانا المنظر زي ما انتوا شايفين كده. تمام. اول ما هنبدأ نتحرك كده هنروح للشيب بتاعنا ده تاني. هنيجي من اول هنا كده مثلا، ونيجي نعمل كي فريم في الستارت. نيجي نقدم شوية ونقلله، نعليه خالص عشان يبدأ ان هو يرجع معانا تاني بالشكل ده، يقفل. فنعمل لهم برضو F9. تمام. والجراف بتاعنا الجميل، عشان لما يجي المشهد بتاعنا يخلص كده هو يبدأ ايه، يقفل معاه. هذا الحلم مع الوقت. على بعد 6 دقائق من مسقط وبعيد عن الزحمة وضغط المدينة. هذا الحلم مع الوقت. على بعد 6 دقائق من مسقط وبعيد عن الزحمة وضغط. مساحات تبدأ من 2000 متر تقدر تبني فيها أكثر من فيلا وتخلي أولادك وأحفادك قريبين منك، بدل ما يضيع هذا الحلم مع الوقت. على بعد 6 دقائق من مسقط وبعيد عن الزحمة وضغط المدينة، قريب من المدارس. طيب، جميل جدا. عايزين برضو لما نيجي هنا يتكتب هنا مسقط، وعايزين هنا على الطريق كده يتكتب 6 دقائق. حلو. فهنروح نختار ال 3D تراكر، نختار البوينتس اللي احنا كنا مختارينها هناك دي بالشكل ده كده. كليك يمين ونقول له create text. اوكي. ممكن نعدل التكست ده كده بحيث انه يبقى واقف كده، ونكتب مسقط. اوكي اوكي، نصغر الكلمة. شو نصغرها من هنا؟ بالشكل ده. نروح نظبط الكلمة. ممكن نخليها لونها اصفر، نقول الهوية بتاعتنا. اوكي، بس هو مش الاصفر ده، بس انا هجيب نفس لون درجة الهوية. اوكي. في الاخر نبقى نعمل لها افكتات تظهرها اكتر، نخليها 3D اكتر مثلا. طيب، بص، اول حاجة عموما تعالوا كده نعملها. هناخد منها نسخة تانية، نخليها النسخة التانية دي، مش هو ده اصلا. ماشي، اهي الكتابة. ناخد منها نسخة تانية، نخلي النسخة التانية دي لونها اي لون غامق، اسود مثلا، او الدرجة اللي هنا دي. ونبدأ نبعد اللير اللي ورا ده سنة كده بسيطة، بس يديله زي بعد 3D كده. اوكي. ولسه هنعمل عليه بقى الجلو والشادو ستوديو والكلام ده في الاخر. اوكي، ماشي، جميل كده اهو مسقط. على بعد 6 دقائق من مسقط وبعيد عن الزحمة وضغط المدينة. طيب، جميل جدا. تعالوا بقى نروح نكتب 6 دقائق على الارض هنا على الطريق ده. نفس الكلام، نروح 3D تراكر، اختار كام بوينت هنا على الطريق، كريت تكست، ونكتب 6 تحتها دقائق. هما بس جم بعاد عن بعض شوية، صغر. طيب، بص تعالوا كده نكتب ال6، صغرها. اللي تحتها هي ليه بتروح بعيد كده؟ ماشي. عشان هي نفسها كبيرة فشخ. تعالوا نصغرها. تعالوا نصغر السكيل بتاعها، دوس شيفت.
اوكي، ممكن نكبر الحجم بقى تاني من هنا، صغر السكيل. ايوه، كبر الحجم. اوكي، بالظبط كده، دقائق. حلو، ممكن نعلم على دقائق لوحدها ونصغر حجمها اكتر شوية. طيب بعدوا عن بعض قوي، كنترول ايه ونقربهم من بعض شوية. جميل جدا. نخليها لونها ابيض. ممكن نظبطها كده على الارضية. ممكن نخليها هنا مثلا عشان لما تطلع كده. ماشي، خليها لا مرفوع اكتر كده مثلا. اوكي، او ممكن نخليها، لا ممكن نخليها واقفة زي هناك. ماشي، بس نصغرها شوية اكتر، تبقى على الطريق كده. اوكي جدا، حلو جدا. اللي على الطريق كده بالشكل ده. ناخد منها نسخة تانية. النسخة اللي تحت دي زي ما قلنا نخليها لونها غامق، ونبعدها سيكة كده بالشكل ده، مش قوي. نقربها شوية. حلو قوي. تمام. تمام. ماشي، على بعد 6 دقائق. ادي ال6. عايزين نعمل لها حركة، نعمل لها نفس الحركة ايه اللي احنا عملناها بانيميشن كومبوزر. على بعد 6 دقائق من مسقط، وبعيد عن الزحمة وضغط المدينة، قريب من المدارس. اوكي، دلوقتي هنبدأ بقى نحدد الاماكن اللي بيقولها. المفروض ان في مدرسة هنا. تعالوا بس نتأكد برضو من اماكن الحاجات كلها. تمام، المفروض في المنطقة دي كده المدارس. تمام، فتعالوا نروح نعمل تراك. نروح نختار المنطقة اللي المفروض فيها المدارس. كليك يمين، كريت سوليد. جميل. ونبدأ ان احنا نصغر السوليد ده. نصغر السكيل بتاعه بالشكل ده مثلا كده. اوكي، ممكن، لا ممكن نكبره اكتر شوية. الاوبستي طبعا المدرسة مش باينة قوي هنا في المشهد، بس احنا كروكي كده هنبدأ نفهم فين المدرسة. يعني على ما اظن هي المنطقة دي، فهنبدأ ان احنا نودي السوليد ليها كده. نكبرها على قدها. تمام، ونبدأ نقصها على قدها. نيجي نجيب البين تول. نبدأ نقصها على قدها بالشكل ده. طبعا هو يعني ايه كروكي شوية لأن أصلا المكان مش باين. اوكي، نعلي الأوبستي بتاعتنا تاني. نروح نجيب المشهد بتاعنا، كنترول دي. جميل. نطلع نضيفه فين؟ نشد هنا كده، نربطه بالتراك سوليد دي عشان يبقى ظاهر معانا بالشكل ده. اوكي، طبعا هنخليه يظهر معانا من اول ما هتظهر هنا كده. كنت ممكن دي خليها تبدأ من اول هنا، نقطع المشهد ده من الاول. ماشي، جميل. ناخد بقى السوليد دي، كنترول دي، طلعها فوق وشغلها. اوكي، ونجيب الستروك اللي احنا كنا عاملينه اهو، ونبدأ ان احنا نحطه هنا. خليه ترانسبيرنت. نعلي الويدجز بتاعته شوية بالشكل ده. جميل. جميل اهو. اوكي جدا. نروح نفس الكلام، عايزين نعمل الخط. تعالوا نخلي دي فت بس عشان نشوف كويس. عايزين نعمل الخط. نروح دلوقتي نعمل ايه؟ نروح على ال 3D كاميرا تراكر. ماشي، ممكن اختار بوينتس كده على الطريق بتاعنا. كريت سوليد. جميل قوي. نروح نجيب الخط اللي احنا كنا عاملينه هنا ده. اوكي، ممكن امسح منه الاوت او خليه بالاوت وبالان زي ما هو. كنترول سي. نروح هنا السوليد اللي عملناها دي بتاعت المدارس، ايوه دي. تمام. نروح نعمل لها بري كومب. نخش جوه البري كومب. نضيف الخط بتاعنا. ممكن نكبره شوية قد السوليد كلها كده. بعد كده نروح
نرجع للمشهد بتاعنا. تمام، طبعا زي ما قلنا هتلاقي الخط نايم لان السوليد نايمة، فهنبدأ ان احنا نوقفها بالشكل ده. تمام، نبدأ نعدلها كده، نبدأ نشد من هنا بالشكل ده، نبدأ نعدلها كده اكتر، نبدأ نلف. اوه بعدت قوي، ايوه ايوه ماشي. ده ممكن نلف كده شوية، نجيبه كده جميل قوي، كده جميل قوي. ماشي كده عملنا الخط بتاعنا. ليه بيقول لك كده عملنا اوكي الحتة بتاعت المدينة. يعني الزحمة وضغط المدينة قريب من المدارس. قريب من المدارس. طيب عايزين بقى نحط معاها كده ايه، شوية انيميشن حلوين. هنعمل ايه؟ نروح نعمل 3D كاميرا، نروح نختار نعمل سوليد تانية، هنعمل عليها لقطة حلوة السوليد دي. جيم بريكومبوز، نخش على السوليد. اوكي نطفي السوليد. اوكي نيجي هنا ونجيب شيب، نعمل الشيب كده. اوكي نيجي نعلي الراوندز بتاعت الشيب شوية بالشكل ده. ماشي هنطفي الستروك، نشغل الفيل، وهنروح نجيب صورة للمدرسة اللي هناك. تمام، ادي دي صورة للمدرسة، نروح نربطها بالشيب ده، تبقى جوه الشيب بالشكل ده. اهو بعد كده نيجي على الشيب ده، نشغله كده كام فريم، ونيجي نعمل على السايز كي فريم، ونيجي في الأول ونصغر السايز بالشكل ده خالص. بعد كده نعمل عليهم F9. الجراف بتاعنا الجميل، نظبط الجراف. اوكي كده مش نطفي الجراف، تبدأ تفتح معانا بالشكل ده جميل قوي. ناخد لاير من السوليد دي تاني، من الشيب قصدي، نشغلها هنا ونطفي منها الفيل، ونفتح الستروك، نكبر سكيل الستروك شوية بحيث ان هو يكون اكبر منها شوية كده، ونرحل الفيديو اللي عملناه الصورة اللي هي مع الشيب دي، هنرحلهم شوية عن الستروك كده. ليه؟ عشان عايزين ان الستروك يفتح وهي تفتح وراه بالشكل ده كده. جميل، جميل قوي، حلو. هو هنا بيقول في بعد وقت ولا ثانية؟ تمام، هنيجي هنا اهو، نيجي بقى نمسك الشيب اللي عملناه ده، نوقفه، نوقفه كده. اوكي ممكن نصغره شوية، وناخده بزاوية كده شوية، نجيبه كده، خليه جنب ال- التحديدة بتاعتنا بتاعت الأرض بالشكل ده. قريب من المدارس والمحل. تمام، ممكن نخلي المدارس دي تبدأ بدري أكتر شوية. ممكن نيجي هنا برضو في السوليد ده ونعمل إيه، ممكن نعمل شيب كمان فوق كده. تمام، ده هنلغي منه الستروك ونشغل الفيل. اوكي ونكتب المدارس. خليها لونها ابيض، لا مش ابيض، هنخليها لونها لون غامق عشان تبان على الاصفر. اوكي بالشكل ده. هنيجي هنا على الشيب، ممكن نصغره شوية كده مثلا، نروح نعلي الراوندز بتاعته شوية. اوكي هنربط المدارس بيه، ندخلها جواه، نشغله تاني، نيجي نعمل له هنا نفس الانيميشن. اوكي ادي السايز، صغر السايز خالص.
نعمل F9. نروح نظبط الجراف. ماشي، ممكن نرحلهم شوية. جميل جميل جميل. ممكن نكبر السكيل عموما بتاع كلمة المدارس. كلمة المدارس دي نرفعها شوية. اوكي، ممكن هنا الشيب ده نبقى الاوبستي بتاعته خف حاجة بسيطة. تعال نشوف شكله هنا. شيء جميل، بس انا حاسس ان الشيب ده لو عملنا له ستروك كمان هيبقى حلو. ممكن نعمل له ستروك كمان. بالظبط، رايق. الزحمة وضغط المدينة، قريب من المدارس والمحلات. نفس الكلام هنا المحلات. اوكي، هنروح. احنا طبعا هنا المشهد قلب كده، خلاص نروح قاطعين بقى. كنترول شيفت دي نقطع عشان ايه؟ ما نتقلش على نفسنا في البروجكت. والمحلات. طيب يا شباب، هنتخطى المحلات والمراكز التجارية علشان وقت الفيديو، عشان هم كده كده هيتعملوا بنفس طريقة المدارس. يلا نكمل الفيديو. كده احنا معانا اهو والمراكز الصحية. زي الفل. هنيجي بقى على اخر اللقطة دي، يعني نقدم كده بالفرمات بالبيج داون واحدة واحدة. ايوه، اول ما نوصل للقطة دي كده نروح جايين محددين على كل الباقي ده. كنترول شيفت دي ومسحين. ماشي. طيب عايزين بقى دول كده كده بيخرجوا بره المشهد قبل ما يختفوا، فتمام. عايزين بقى دول نخفيهم برضو معانا. فهنعمل ايه؟ هنيجي هنا فين؟ لا، دي الكتابات. اوكي، الكتابات ممكن نعمل لها، نيجي على نفس الانيميشن كومبوزر ونفس الافكت اللي عملناه في الان ده نختار له المرة دي اوت. اوكي ماشي. وبعد كده نيجي هنا على اللايرز اللي اشتغلناها هنا دي، على اللايرز الشيبس دي. اوكي، ونيجي هنا نكتب فليكر. فليكر اوت، ونبدأ نحطه على الستة شيبس اللي احنا عاملينهم هنا. قد. تعالوا نبص كده على الطلعة بتاعتها عاملة ازاي. والمراكز الصحية. زي ما انتوا شايفين بدأت تعمل ايه؟ فليكر واحدة واحدة كده والحاجات تختفي. اوكي. قريب من البحر قريب من البحر، نبدأ نفس الكلام هنا. قريب من البحر هنعمل شيب. نروح على ال 3D تراكر هنا ونختار عايزين نعمل السوليد دي تكون قريبة من البحر كده. كريت سوليد، عشان عايزين البحر هو اللي يظهر معانا المرة دي. فهنعمل كده، هنظبطها كده شوية أكتر. نكبر السكيل عشان عايزين ياخد البحر كامل. ماشي، ممكن نكبر السكيل أكتر. جميل، ماشي. هنقلل الأوبستي ونبدأ نروح. أولا نخلي بس اللاير بتاعنا ده يبدأ من هنا. ماشي، هنروح نجيب البين تول ونبدأ إننا نرسم على البحر كده. أوكي، بعد كده هنروح نجيب اللاير بتاعنا اللي احنا كنا واخدين منه النسخة هنا اللي معلهوش اللومتري كولر، ونروح نحطه فوق الشيب ونروح رابطينه بالشيب ده. اوكي، نعلي طبعا الاوبستي بتاعت الشيب. تمام. القطعة هنا مش افضل حاجة، فانا عايز اروح على الماسك. ونعلي الفيزر شوية بتاع القطعة
بالشكل ده. طيب عشان نظهر انه بحر اكتر برضو، فاحنا هنروح على اللاير بتاعنا ونضيف له لومتري كولر. اوكي. ونروح على البيزك كوريكشن. هنا هنروح نقلل التمبريتشر كده عشان يزرق الحتة دي اكتر. ممكن نعلي ساتوريشن شوية. تمام، عشان نبين انه البحر بالشكل ده. ممكن نرفع وايت سيك. اوكي اوكي. كبر الشيب بتاعتنا دي كده عشان يبقى ايه قريب من البحر. البحر يبقى معانا كده اهو. طب ولما يجي يقرب هنا نبقى نخفيه. جميل قوي. ماشي، عايزين بقى نعمل الخط اللي بيمشي ده. فهنروح نعمل بوينتس تاني على التراك. الكاميرا انا الماشي تتحرك معاه. ماشي، نروح نعمل بوينتس بالشكل ده. كليك يمين، كريت سوليد، زي الفل. نروح نجيب الشيب اللي احنا كنا عاملينه هنا بالحركات بتاعته. نروح هنا نخلي ده من اول هنا كده جيم، فخلالي الشيب السوليد من اول هنا، وبعد كده نعمل له بري كومبوز. اوكي، ندخل في البري كومبوز، نخفي هذا ونضيف هذا. اوكي، نرجع بقى. جميل، نمسكه نظبطه بقى. نعمل كده كده عشان يجيب لنا انه قريب من البحر بالشكل هذا على الرايق. ماشي، ممكن نخلي البحر برضو عشان يظهر معانا اكتر. اولا هنعمل له ستروك، ناسين نقطة الستروك دي. هناخد الشيب ده نطلعه كده. ماشي، ونروح نجيب الستروك من اي لاير كنا عاملينه عليه. كنترول سي، نشغل اللاير ده. نيجي هنا ونشغل عليه الستروك. جميل جميل. طيب لا، ممكن ما ناخدش الستروك ده. ممكن ناخد الستروك اللي احنا كنا عاملينه في الاول هنا، علشان ده كنا عاملين عليه كي فريمز، عشان نخليه يرسم لنا الستروك كده بشكل حلو. فممكن نجيب الشيب اهو، ريزت. جميل قوي. قريب من البحر والهواء والرياضة. تمام، ممكن نكتب برضو هنا عشان انا حاسس ان الموضوع مش يعني محتاج شغل شويه، فممكن نكتب قريب من البحر. قريب من البحر والهواء في الحته دي كان نكتب قريب من البحر. نيجي على اللاير 3 دي تراكر. نيجي هنا نحط كام بوينت، كريت تكست. اوكي، صغر السكيل. نكتب قريب من، صغر السكيل. خليه كده ماشي مع الخط ده. جميل. لا لسه مش جميل. اوكي، خليه من اول هنا كده يبدأ يجي. تمام، هناخد من نسخة تاني. النسخة اللي فوق دي ممكن نخليها ابيض. النسخة اللي تحت دي نبعدها سيكة كده. ماشي، قريب من. حلو. هو بيقول البحر. قريب من البحر والهواء الهواء والرياضة. ماشي، البحر والهواء والرياضة. فهنروح كده ايه، نعمل ناخد كام نقطة كده
ونعمل سوليد. جميل، هقول لكم هنعمل ايه بالسوليد ده دلوقتي. المهم السوليد ده خليه يبدأ معانا ايه من هنا مثلا، وناخد منه نسختين تاني، يبقى كده معانا 3. 1 2 3 من نفس السوليد. كليك يمين، بريكومبوز، كليك يمين، بريكومبوز، كليك يمين، بريكومبوز. جميل جميل. نخش على اول سوليد ونروح على المشهد هنا اللي كنا عاملينه، هناخد الشيب دي. اوكي، كنترول سي، نضيفها هنا، نطفي السوليد بتاعتنا. جميل، نكتب هنا البحر، ممكن نطولها شوية كده من هنا، من هنا. تمام، ممكن نكبر السكيل بتاعها شوية. تمام، عملنا كده البحر. اوكي، تعالوا نروح نظبط الشيب دي. تعالوا نطفي الاتنين التانيين دلوقتي، او هقول لك حاجة، تعالوا نضيفه كله وبعد كده ايه نظبط على بس ايه الكومبات دي عشان ما تزعجناش واحنا شغالين. نطفيها طالما مش محتاجينها دلوقتي. اوكي، تعالى هنا الكومب ده ناخد منه دول، نروح نفتح الكومب ده، الكومب ده. ماشي، هنا نضيف اللي احنا خدناه كوبي، وهنا نضيف اللي احنا خدناه كوبي. هو قال ايه ال3 جمل؟ معلش. البحر والهواء والرياضة. البحر والهواء والرياضة. ماشي، نيجي هنا خلي دي الهواء، نخلي دي الرياضة. جميل، تعالى كده نرجع بقى نمسك ال3 مع بعض عشان نظبط حجمهم واحد. هنصغر السكيل وهنوقفوهم كده وهنظبطوهم كده بحيث ان هم يبقوا فوق كلمة قريب من. تمام، نظبطهم كده. جميل، عايز ابدأ ايه بقى؟ نطلعهم فوق بعض كده. لا، اول حاجة البحر، تاني حاجة الهواء، تعالى كده تالت حاجة الرياضة. مش هنقسمهم بقى كده ايه مع حسب الكلام. تعالوا نشوف الكلام قريب من البحر والهواء والرياضة وخلي. جميل جدا جدا. قريب مني دي بس عايزين نعمل لها برضو دخلة، فممكن بالانيميشن كومبوزر الجميل بتاعنا ونضيف له الدخلة اللي احنا شغالين بيها. دايما لما تيجي تشتغل يعني بريست الحركة او حاجة زي كده، خليك دايما شغال المشروع كله على نفس الحركة او حركتين بالكتير. ما تكترش عشان ايه الدنيا ما تبقاش يعني فرح شعبي معاك. تمام، قريب من البحر والهواء والرياضة وخليني أخبرك إن ماشي. هنا ودي بتمشي كده. رياضة وخليني أخبرك إنه هنا كده عايزينهم يكونوا خلصوا راحوا. حلو، فهنعمل ايه؟ هنيجي كده على دول اهم، الغي بس دي بتاعت دي. اوكي، دول كلهم اللي هم دول. ماشي، امال ايه التراك سوليد ده؟ اه، ده بتاع الخط. ماشي، سيبك من التراك سوليد ده. من اول الكتابة هنا كنترول شيفت دي. حلو، احط لهم كلهم ايه فليكر اوت برضو. جميل، ماشي. تعال نبص. قريب من البحر والهواء والرياضة وخليني أخبرك إنه قدام الأرض مسافة 30. جميل، هو هنا بقى قريب من بيشرح إن البحر. المفروض قدام الارض اللي هو المربع ده في مسافة 30 متر. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نروح نحدد الحتة دي. ممكن ناخد نفس التراك سوليد اللي هنا اللي معمول عليه ستروك ده. اوكي، نفس ده، ونروح نظبط كده في هنا 30 متر اللي بس ماشي مع نفس الخط.
ماشي، دي عايزين نعمل لها. خليني أخبرك إنه قدام الأرض مسافة. ماشي، هنا عايزين نبقى نعمل في الاند كده، نيجي في الاول خليها 0 عشان تبدأ ترسم معانا. وخليني أخبرك إنه قدام الأرض مسافة 30 متر. جميل أوي. ممكن ناخد برضو لاير تاني من ده، اوكي، ونلغي منه الانترنس، ممكن نلغي منه الاستروك خالص عشان يبقى متحدد كده. نختار اللون بتاع الهوية بتاعنا. جميل. ممكن بعد ما الشيب يخلص رسم ماشي ده يبدأ ان احنا عايزين نبقى ندخل دي ان هي ايه، بتدخل باوبستي وبتطلع كده مثلا، فباين هنا عمق، ونكتب هنا كده بالكتابة واقفة 30 متر اللي هو بيقولها دي، حاسة هتكون لطيفة. تعالوا نجرب مع بعض. اوكي، بس في نفس الوقت لو كده هنشغل هنا بقى الستروك تاني، كنترول سي، لو هنخليها تطلع كده بس هنلغي الترانسبيرنت ده. اوكي، ونلغي هنا نخلي الاند 100. جميل. ماشي. عايزين بقى نرجع دي تاني في مكانها. اوكي، وهنخليها بتبدأ في الاول هنا اوبستي 0. ماشي، وهتبدأ في مكانها كده بوزيشن. اوكي، هنقدم كده وهنغير في البوزيشن وهنعلي الاوبستي. ممكن نخلي الاوبستي مش 100%، ممكن نخليها كده مثلا. تمام، تبقى معانا ايه. أخبرك إنه قدام الأرض مسافة 30 متر ما 5 متر. ماشي، ممكن نعمل لها بقى ايه F9 لها جراف جميل كده. إنه قدام الأرض مسافة 30 متر. 30 متر. جميل قوي. عايزين بقى نروح نعمل ايه تكست. نيجي هنا ناخد كام نقطة كده، نقول له create text. جميل. جيم، بس يبقى من هنا صغر السكيل بتاعه حبتين. لا كده قلبته. ايوه ماشي. بيقول لك ايه بقى اللي هنكتبه. أرض مسافة 30 متر ما 5 متر. مسافة 30 متر. ماشي بقى نكتب 30، بعد كده ام. اوكي، ممكن نخلي الام دي اصغر شوية. جميل. تعالوا بقى نعدل مكان 30 دي. اوكي، نوقفها كده زي ما كنا عايزين نعمل بالظبط. نصغرها بقى شوية، انا عايزة تجيب الحتة دي. هنبص عليها. جامد جامد على الرايق. ماشي، ممكن ناخد منها نسخة تاني. نيجي على النسخة اللي تحت نخليها أغمق، نروح نديها بعد شوية كده. اوكي، ممكن ناخد نسخة كمان نديها بعد أكتر. جميل. ماشي، نيجي عليهم ونشتغل بالبريست التكست ترانزيشن اللي احنا شغالين بيه. طيب تعالى اهو تكست بريسيتس، اختار ده. جميل. ماشي، تعالوا نبص. مسافة 30 متر ما 5 متر. مسافة 30 متر ما 5 متر. مسافة 30 متر ما. ممكن نعمل هنا زي خط كده
ولا ما نلعبش كتير يعني، خلينا خلاص ماشي اوكي. احنا ممكن بس ايه، هنا دي البحر ده نبدأ نخفيه، فممكن من اول هنا كده يعني بعد ما دول اختفوا هم. عايزين بقى نقلل الشغل اللي احنا كنا عاملينه ده، فممكن نحدد على دول كلهم، نعمل لهم اوبستي. نيجي كده كام فريم لحد هنا مثلا كده يكون الكلام ده اختفى. ماشي، قدام الأرض مسافة 30 متر ما عشان بس ما يشتتش عينينا نبقى مركزين هنا. 30 متر ما 5 متر مثل باقي الأراضي. ماشي، دي وهي راجعة كده عايزهم بقى يبدأوا يختفوا. يعني هنا كده عايز اقطع الكلام ده كله. ماشي، كنترول شيفت دي، اوكي. وعايز ايه، نبدأ دول نعمل لها نفس الانيميشن بس نعمله اوت. اوكي، الشيب اللي كنا مطلعينه لفوق ده خلاص احنا بقى مشينا بستايل فليكر اوت ده، فاذا خلاص هنطلعه ايه، فليكر اوت يا باشا على طول. طبعا في ستايلات كتير ممكن تطلعه بيها، يعني ممكن انك تخليه يرجع تاني لتحت ويقفل باوبستي مثلا. تمام، في كذا طريقة يعني. باقي الأراضي ممكن تخليه تعمل له تريم باس مثلا ويبدأ يقفل كده، الخط بيرجع تاني الستروك وهو يبدأ يختفي. بس الأراضي احنا ايه، يعني مساحة ماشيين بستايل، خلاص خلينا شغالين بيه. طيب يا شباب، تعالوا نبص كده مرة أخيرة على اللي عملناه لحد دلوقتي. مساحات تبدأ من 2000 متر تقدر تبني فيها أكثر من فيلا وتخلي أولادك وأحفادك قريبين منك، بدل ما يضيع هذا الحلم مع الوقت. على بعد 6 دقائق من مسقط وبعيد عن الزحمة وضغط المدينة، قريب من المدارس والمحلات والمراكز الصحية، قريب من البحر والهواء والرياضة. وخليني أخبرك أنه قدام الأرض مسافة 30 متر ما 5 متر مثل باقي الأراضي، يعني مساحة مفتوحة قدامك. طيب عظيم جدا. بص الأمانة يا جماعة احنا هنستكفى بده النهاردة، اوكي، عشان انا بقالي كتير قوي بصور وتعبت، يعني مش عارف الفيديو هيطلع قد ايه في الاخر. بس انا بقالي كتير يعني، حتى في النص في وقفات كتير، انا مثلا بقف اعمل حاجه اكلم حد بتاع، فبقالي فتره كبيره بصور فتعبت جدا. فهنستكفى بده لحد النهارده. لو عجبكم الستايل ده وحابين نعمل فيه حاجات اكتر، يعني عايز اقول لكم انا قبل ما ابدا البروجكت مثلا، في هنا مثلا جزء لو تاخد بالك، بص بتاع المباني ده مثلا، حابين نعمل فيديوز مثلا عن الطريقه دي. في لو حابين بروجكت تاني مثلا يبقى معايا ونشتغل فيه برضو من الصفر زي ده، برضو في اصلا ستيب قبل الستيب اللي انا اشتغلتها بداتها معاكم، وهي ستيب اصلا ان البروجكت ده بيكون جاي لي 360، وانا اللي عامل الحركه بتاعه الكاميرا دي، يعني حركه الكاميرا دي كلها انا اللي عاملها. فازاي اصلا عملناها؟ لو حابين نعمل فيديوز اكتر عن الستايل ده وعن الحاجات دي ممكن تقولنا في الكومنتات، بس الاقي في دعم على الفيديو كده واهتمام وكل حد بجد. يعني ايه، انا بجد تعبت فشخ في تصوير الفيديو ده واديت معلومات، يعني انا جوه الشغل يعني حرفيا ده بروجكت هيتسلم تمام. طبعا لسه في شويه حاجات لسه، طبعا بعد ما اخلص كمان في انك يعني الناس اللي فاهمه هنضيف مثلا للكتابات دي جلو، وهنضيف افكتات وهكذا. ممكن الحاجات دي لو حسيت ان في دعم فعلا على الفيديو ده وفيه اهتمام، يعني نعمل عنها فيديوز تاني بعد كده. انا عايز اقول لكم والله الحاجات دي كورسات بتدفع فيها فلوس كتير عشان يقولوا نفس الكلام اللي انا قلته هنا. اوكي، انا طبعا ممكن نكون كان في ملل شويه عشان انا كنت مدخلكم في مود ان احنا في الورك فلو بتاعي واحنا شغالين، مش مجرد انا بشرح وكده. بس اتمنى لو عجبكم لايك، تقولي رايكم في الكومنتات. لو عايزين تاني من الستايل ده، في افكار وحاجات تاني كتير مش متوقفه على كده، لا في بحر حرفيا في النوع ده، ممكن تطلبوا باذن الله نعمله في الفيديوز اللي جايه. وما تنسوش طبعا عشان يوصل لكم اي حاجه نعملها سبسكرايب للقناه عشان يوصل لك على طول نوتيفيكيشن باللي احنا عملناه جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.